كل سنة وانتم طيبين، وانا وانتم كل حبايبكم يا رب بخير وصحة وسلامة. النهارده روتين كله سريع كده في المطبخ. نزلت جبت كل الخضار اللي انا هحتاجه اثناء ايام العيد. كل سنة وانتم طيبين. انتوا عارفين طبعا المحلات بتبقى قافلة، وانا مش من النوع ابدا اللي بقفل المطبخ في العيد. لا، انا طول ايام العيد بطبخ، واحنا متعودين على كده من صغرنا، وكل بقى مكان وليه عاداته وتقاليده. بعتذر لكم جدا لو صوتي تعبان، انا واخده دور صعب جدا انا والاولاد. غير كمان ان دخلة العيد بقى دايما بتفكرنا بالحبايب اللي فرقونا، عيدهم في الجنة ان شاء الله. فدعواتكم كده، وكل اللي وصل هنا يكتب لي تم في الكومنتات، او كل سنة وانت طيبة يا امان. جبت كمان بطاطس، وقلت ارتب تلاجتي وارتب مطبخي علشان ايام العيد كل حاجة تبقى عندي. بعد ما غسلت ورق العنب حلو قوي، رصيته كده على بعضه طبقات علشان اسلقه. كان ورايا حله فيها ميه سخنه وليمون وملح وشويه سكر. سلقت ورق العنب وحطيته كده في المصفى، وكل الخضار بتاعي اللي انتوا شفتوه لما غسلته الحمد لله حطيته كده يتصفى ونشف كويس قوي، وحطيته في التلاجة في المنظمات. وكنت جايبه شبت وكزبره كمان، غسلته كويس قوي وقلت انجز كل حاجه. اليوم او الروتين مش على قد المطبخ بس، انا كان ورايا حاجات كتيره جدا في البيت، بنضف بلمع بفرش فرش العيد. كل سنه وانتم طيبين. فكنت حابه انظم وقتي، جبت حاجتي كده من بدري ورتبتها، وكمان بعمل في الشقه مع البيت. فعايزه اخلص على اساس ان يوم الوقفه كل سنه وانتم طيبين اكون قاعده فاضيه ان شاء الله، مش ورايا اي حاجه في اليوم ده. لاني كنت مشغوله قلت بقى نجيب لهم سمك مشوي. انا هعمله كده التتبيله بتاعته او التمليحه: ثوم مفروم، ميه، شبت، كزبره، عصير ليمون كتير جدا، وبحط القشر بتاعه. عايزه تفرمي كمان فلفل، تمام. بالفعل محل السمك بيبعتهولي متبل، لكن انا لازم اعمله الخلطه دي كده وانزله فيها لما يوصل سخن. حطيت الخل وهبتدي احط بهارات سمك، كزبره، كمون، شويه ملح، شويه فلفل، شويه بابريكا، اي بهارات انت تحبيها. بس البهارات اللي انا قلت لك عليها دي بتخلي تمليحه السمك حلوه قوي، لاني جايبه سمك بلطي. لما بجيبه بلطي بحب اعمل له التمليحه دي. اما لو بوري فبرشه بقى بملح وبهارات وبعصر عليه ليمون. روقت الرخامه بتاعتي كويس جدا، دايما كده في ايدي فوطه المع بيها. قلت اعمل حلو بما اني واقفه كده الحمد لله وخلصت اللي ورايا. نعمل صينيه جلاش بالكاستر، بتبقى خطيره، وعندي بيحبوا الصنف ده قوي. جبت كوبايتين من الحليب، عليهم معلقتين من النشا ومعلقتين من الكاستر وظرف من الفانيليا. ولقيت عندي كيس كريم شانتيه، طب ليه لا ما نحط معلقه كده تدلع الدنيا. واللي عارفني ومتابعني عارف ان دي علبه السكر بتاعتي، كل ما بتفضى كده نملاها سوا. حطيت 3 معالق سكر كده على الكريمه بتاعتي دي، ورفعتها على النار، اديتها تقليبه حلوه بقت بالشكل القمر ده. سيحت سمنه بلدي وجبت الصينيه بتاعتي، ويلا بينا نعمل ايه. والله احنا كستات مش بنبقى عارفين، احنا هننضف، هنلمع، هنروق، هنجيب مشتريات العيد، طب هنجيب لبس العيد، طب فرش العيد، تسالي العيد، في مليون الف حاجه. ربنا يا رب يعيننا ويقوينا ويجعلنا دايما بخير وصحه، ويبارك لنا يا رب في اولادنا. هحط كده الجلاش بتاعي، هرصه طبقات، وهخلي كده جزء بره، وفي النهايه هضم كل الطبقات دي كده من بره لجوه علشان تقفلي على الكاستر بتاعي ما يطلعش الحشوه بتاعتي بره وتتحرق. وبدهن من كل طبقه والتانيه سمنه بالشكل ده. هي لوحدها اساسا كانت ريحتها خطيره، مظبطاها على الاخر يعني. نزلت بالخليط بتاعي كده وهلمها واحده واحده، قطعتها كده التقطيعه الحلوه دي، وهدخله الفرن. وطبعا الشربات بتاعي جاهز، فدي ميزه ان كل حاجه عندي جاهزه بالشكل ده. وقلت نعمل النهارده الفيمتو بشكل مختلف. حطيت شرايح ليمون وورق نعناع كده فريش ومكعبات التلج، وهنزل بالفيمتو بتاعي، وبعد كده هنزل عليه بالسيفن. بصراحه كانت تجربه حلوه قوي قوي قوي، يعني جربوها يا جماعه هتعجبكم جدا. كمان الصيف بقى جاي لكم، فالعصير دي هتبقى حلوه مش هتقول لا. مش شرط نعملها في رمضان بس. خلصت الفيمتو كده، كانت الفطيره القمر دي خرجت شبه الفطير اللي بنجيبه من المصيف. نزلت عليها بالعسل بتاعي كده، ولاني قلقانه ان طعم الفيمتو ما يعجبناش بالشكل ده، فقلت اعمل دورق عناب كده برضو، حتى اللي يتبقى هينفعني تاني يوم، مش شرط اخلص العصير دي كلها في يوم واحد. على السريع كده كل اللي ده جنب بعضه. كمان كنت مشغله البوتاجاز على الرز بتاعي، وفي الوقت ده كان لسه السمك ما جاش، يعني خلاص كان بقى على المغرب
10 دقايق تقريبا، وكان لسه السمك موصلش. وصل اهو الحمد لله. هو المحل فعلا بيبقى حاطط لي عليه كده زي ما انتم شايفين فلفل وخضره، بس انا برضو بنزله هنا، وبحب ارصه كله في طبق واحد واغطيه علشان البخار بتاعه يساعد ان القشره بتاعته تسيبه ويشرب كده من التتبيله ويبقى حلو. كمان المحل كان باعت لي جرجير، فغسلته ونقعته في شويه خل، وقلت خلاص مش مشكله، نفطر براحتنا حتى لو متاخر 5 أو 10 دقايق، مفيش اي مشكله. احنا كلنا في العادي بنكسر صيامنا على حاجه وبنصلي. وكده كانت السفرة بتاعتي جهزت. كل سنة وانتم طيبين، عقبال وان شاء الله نقدم وصفات احسن واحسن. بحبكم جدا، وباي باي.